وعندنا العقل هو داك الخادم وماشي السيد، هو اللي كيحبسك في ديك الدائرة اللي ديما كتعاود، نفس المشاكل نفس العثرات نفس المخاوف نفس الأنماط السلوكية اللي كتخليك في بلاصتك، كتحس بحال إلا واحد القوة خفية كتحكم بيك بلا ما تكون واعي بها. السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير. الموضوع ديال اليوم مهم بزاف، ضروري تكمل الفيديو حتى الاخر حيت غنحط لكم فيه السر ديال الخشوع اللي باغي يخشع في صلاتو. ديما كتحس بالارتباك فاش كتبغي تفهم راسك، ما عارفش شكون انت بالضبط، وكتقول علاش ما قادرش نفهم راسي، وعلاش ما عارفش شنو باغي في هاد الحياة، وكتقول واش انا هو الجسد اللي كيشوفوه الناس، ولا انا هو الافكار اللي تدور في راسي، ولا كاينه شي حاجه ما كبر وانا ما عارفاش. كيفاش يمكن لي نفهم المعنى ديال شكون انا؟ وبغيت سؤال واضح، هاد السؤال هو اعظم لغز في الحياة. شكون انا؟ هادشي غادي نشرحه لك عبر مراحل. اول حاجه هي الجسد. الجسد هو اداة ولكن ماشي هو انت، هو مجرد وعاء، هو واحد السيارة اللي كتمشي بها في الطريق ديال الحياة. ملي تسوق السيارة واش انت كتقول انا هو السيارة؟ باينة لا، حيت انت هو اللي سايق السيارة ماشي السيارة. الجسد ديالك كيساعدك تعيش التجربة الأرضية، ولكن انت الحقيقي كتجاوز هاد المفاهيم. وعندنا العقل هو داك الخادم وماشي السيد، هو اللي كيحبسك في ديك الدائرة اللي ديما كتعاود، نفس المشاكل نفس العثرات نفس المخاوف نفس الأنماط السلوكية اللي كتخليك في بلاصتك، كتحس بحال إلا واحد القوة خفية كتحكم بيك بلا ما تكون واعي بها. عقلك هو داك البرنامج اللي كيتحكم فيك وكتمشي عليه، والله عطاك القدرة تغيير هاد البرمجة باش تبدل القدر ديالك وتوصل لغاية. ما حدك مازال ما واجهتيش هادشي وديما هارب منه وما باغيش تتعلم هاد الحوايج وتفهمها، حتى هي ما باغياكش. بزاف ديال الناس كيربطوا الذات ديالهم بالافكار اللي عندهم في ريوسهم، ولكن راقب، ديما الافكار كتمشي وكتجي، ما كتمثلش شكون انت. واحد النهار غادي تكون حزين وواحد النهار غادي تكون فرحان، واش انت كتبدل مع هاد الافكار؟ طبيعة الحال لا. الافكار هي مجرد واحد الموجات بحال الامواج اللي فوق البحر، اما انت هو البحر اللي كيشوف هذوك الامواج بلا ما يتغير. كاينه واحد الحاجه اكبر من الجسد والعقل والانا، هذه واحد المرحله ضروري تفهمها. الروح هي النواة الحقيقيه، انت الحقيقي ماشي واحد الحاجه اللي كتشاف بالعينين ولا كتحس بها بالحواس بحال الويفي واش كتشوفه؟ طبيعة الحال لا. الروح ديالك هي اللي كتعطي المعنى لكل شيء، هي داك النور اللي كيشعل في البوله. بلا روح الجسد غادي يبقى مجرد آلة والعقل مجرد واحد البرنامج. وباش تعرف الروح ديالك خاصك تخرج من التعريفات اللي عطاها لك المجتمع. انت ماشي طبيب وماشي مهندس وماشي ولد فلان وماشي استاذ، هادو كاملين ادوار ماشي حقيقتك. الروح هي الجوهر ديالك، هي ديك النور اللي كتحرك كلشي من الداخل. الا بغيتي تتصل بالحقيقي منك خاصك تعيش اللحظه وتوعى وتفكر انك ماشي الجسد وماشي الافكار، وتعيش اللحظه ديال الان، حيت اللحظه ديال الان هي نقطه الصفر. لحظه الان هي واحد الخيط ما بين لحظه دازت وواحد اللحظه باقي ما جات، هو البرزخ اللي كيفصل ما بين الماضي والمستقبل. فاش كيتوقف العقل يفكر في الماضي والمستقبل، تما كيمكن لك تنفصل على الزمن، حيت العقل هو اللي كيسافر بك وكتحس بالزمن. هذا هو السر ديال سجن الماده، داكشي باش الله كيقول لنا تاملوا في الخلق ديالو وتخشع في الصلاه باش تقدر تخرج من سجن الماده. داكشي باش الفكره الروحيه هي واحد المركبه تتهز الروح في واحد الفضاء واسع، ولكن منين تكون الاثار الروحي متصل بالله تماك ترتقي الروح للعالم ديالها العلوي. في نفس الوقت كيبقى الجسد ديالك خاضع للقوانين تاع العالم المادي، كيكون الوعي ديالك سافر لواحد الفضاء لا زمان ولا مكان، وكيبان ليه داكشي اللي ما كيتشافش في هذا العالم المحسوس، وكيتجلى باوضح صوره في الصلاه ملي كتكون كتصلي اولا في العزله اللي كانوا كيديروا الانبياء. في الحضور ديالك التام في اللحظه بالقلب والقالب، هذا هو الخشوع اللي كيقلب عليه شحال من واحد في الصلاه. فاش كيتزاد الخشوع كيتحيدوا الحجوب وتتضبط التردد ديالك اللي يخليه الايقاع مع كل فكره وشعور اللي كدوز في الزحام ديال حياتك اليوميه. غادي يعطيك حاله من السلام والادراك والسكون، وهو اعلى مقامات الوعي. شكرا اللي وصلت لهنا، وما تنساوناش خلونا واحد اللايك. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.